أنا في الشدة شديد وفي القوة قوي، بس جسمي ده حبيبي حبيبي قوي. حلقة خاصة من كابسو كاست سمير وأسامة عن جايزة نوبل في الطب السنة دي، وإزاي جيش المناعة بيحافظ على الجسم. الجهاز المناعي بتاعنا عامل زي فريق أمن محترف، لازم يكون مظبوط بدقة عشان لو فقدنا السيطرة عليه ممكن بدل ما يدافع عنا يهاجمنا احنا. وده نتيجة التنظيم الإلهي العظيم في الجهاز ده. لو حصل خلل فيه تحصل كوارث. كل يوم بيحارب آلاف الفيروسات والبكتيريا اللي بتحاول تدخل جسمنا. تقدر تقول عليه الجيش اللي مش بينام. طب وبيفرق ازاي بين العدو والصديق؟ هنا بقى الذكاء الحقيقي. المشكلة إن الميكروبات أو خلايا السرطان ساعات بتتنكر كأنها لابسة ماسك وتقول أنا من الخلايا الحبايب، وساعتها الجهاز المناعي لازم يقرر بسرعة مين اللي يهاجم ومين اللي يحمي. وده بقى لغز العلماء حاولوا يحلوه سنين طويلة. أهو ده بقى اللي اكتشفوه 3 علماء، ماري برونكو، فريد رامزديل، وشيمين ساكاغوتشي. الناس دي خدوا جايزة نوبل في الطب سنة 2025 عشان اكتشفوا حاجة اسمها التحمل المناعي الطرفي. دي ببساطة الطريقة اللي بيمنع بيها الجسم نفسه من إنه يهاجم أعضائه. يعني هم اكتشفوا فرامل الجهاز المناعي، والاكتشاف ده فتح باب كبير جدا في الطب، والعلماء دلوقتي بيستخدموه في تطوير علاجات جديدة زي علاجات لأمراض المناعة الذاتية والسرطان. لسه الحكاية ما خلصتش، تابعوا الحلقات الجاية عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن جائزة نوبل السنة دي، وإزاي جهاز المناعة بيحمي جسمنا وبيحافظ عليه. استنونا وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات الجديدة. إلى اللقاء.